فالجنة دون الوصف ويقصر دونها أي خيال، ولكن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا قلت لك بنتكلم عن حاجة هو أخبرنا عنها، أنها هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن من الذي أخبرنا ببعض أوصاف الجنة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنها غيب لنا ولكنها ليست غيب له، فقد دخلها كما ذكر. وسوف أدلل لكم على هذا العنصر أو على هذه النقطة بالذات من خلال 4 أحاديث فقط. الحديث الأول وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، كسوف الشمس، ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يفعله من قبل. وهو بيصلي وهو واقف إمام عمل حاجة الصحابة بصت له وهو واقف إمام، والحاجة دي ما عملهاش قبل كده، فخزنوها في راسهم. ولما انتهت الصلاة قالوا له: يا رسول الله، لقد رأيناك تفعل شيئا لم تفعله من قبل. قال: وما هو؟ قال: رأيناك مددت يدك كأنه هياخد حاجة، ثم تأخرت وتكعكعت، رجعت ايديك تاني. ايه ده؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة وأنا أصلي بكم، وهممت أن آخذ عنقودا من فاكهتها ومن ثمارها ثم تأخرت. الجنة وهو واقف بيصلي شافها قدامه، وشاف عناقيد العنب والفاكهة والثمار، كل ده وهو واقف إمام بيصلي بالناس، فهم أن يمد يده ويأخذ عنقودا من ثمارها ومن فاكهتها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أخذته، يعني لو كان مد إيده وجاب القطف العنب ده جدلا، يعني لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا إلى يوم القيامة. عنقود عنب إيه ده اللي لو النبي كان جابه إحنا نقعد ناكل فيه ما يخلص لحد يوم القيامة؟ أنت متخيل؟